اقسم بالله انك بطلت، اقسم بالله. أفضل منتخب في بطولة كأس العالم عم بغادر هاي البطولة بهاي اللحظة يا جماعة. أفضل منتخب قدم أداء بكل بطولة كأس العالم المنتخب المغربي عم بغادر هاي اللحظة من دور ربع النهائي في بطولة كأس العالم أمام منتخب فرنسا. هارد لك والله، هارد لك يا المغرب، هارد لك يا رجل. انتو منتخب خليتونا نعشق كرة القدم العربية، انتو خليتونا نفتخر فيكم، انتو خليتونا نرفع راسنا بانه المنتخب المغربي عم بيمثل العرب في بطولة كأس العالم هالمرة من دور ربع النهائي. وهارد لك لإلك يا مغربي، القادم أفضل. انت كنت أفضل منتخب في كل البطولة. ياسين بونو لوحده يتعادل مع فرنسا في الشوط الاول 0-0. يعني لما اقول لك لوحده انا اقصد لوحده. ياسين بونو زي الصحه، ما تعرف قيمته الين تفقده. يعني ما يعرف قيمه ياسين بونو الا اللي ما عنده ياسين بونو. 3 تسديدات داخل منطقه الجزاء جوا الصندوق صدها ياسين بونو. بلنت من امبابي صد، كورة طويلة خلف خط الدفاع وكسروا خط الدفاع، وديمبلي ودوي وقاعدين يجوا خلص الكورة. 3 كور دربكة في الصندوق شالها. يعني باقي ياسين بونو يسجل بس، هذا اللي ناقص. ياسين بونو يروح يسجل هدف. عشان كذا انا اطالب المغربيين شوفوا لكم حل. في انجلترا هناك في لقب السير فلان انا اطالب ياسين بونو يسموه لقب النعمة ياسين بونو، لانه والله هذا نعمة. انت ربنا انعم عليك بياسين بونو. اسالني انا حارس تير شتيجن، انا عارف. رسميا منتخب المغرب خارج المونديال. مش قادر اقول لك هارد لك لانك لعبت اسوأ مباراة من اول كاس العالم ما بدأ. الاسوأ من الهزيمة انك ما تقاتلش على الفوز. ليه منتخب المغرب بكل الامكانيات اللي موجودة عندك دي ما تهاجمش خالص، ولا وانت متعادل، ولا وانت خسران 1، ولا حتى وانت خسران 2-0. مفيش اي فرص للمنتخب المغربي، مفيش اي انياب هجومية، بتلعب جيم دفاعي بس. لما تدافع بالشكل ده امام المنتخب الفرنسي اللي عنده اسلحة تاكا وعنده افضل منتخب موجود في العالم دلوقتي، طبيعي هتستقبل، طبيعي هتخسر، وهيجي فيك 1 و2 و3 و4. ياسين بونو النهارده نجم المباراه رغم انك خسران 2-0 وصادد لك ضربه جزاء. يكون عندك الامكانيات اللي انت قادر بيها انك تهاجم فرنسا وتكسب المنتخب الفرنسي. الاحصائيات تبقى عامله كده. ليه اجي ابص على التسديدات الاقي 21 تسديده ل5 تسديدات على المرمى، 8-1 تسديده واحده بس على مرمى المنتخب الفرنسي بين ال3 خشبات. حاجه غريبه بصراحه. غياب اسماعيل صيباري النهارده اثر بشكل كبير جدا على خط هجوم منتخب المغرب. وزي ما قلت لك من اول البطوله عندهم مشكله كبيره جدا في الوينجين، ولا ابراهيم دياز ولا الخنوس مدين اي اضافه لهجوم المنتخب المغربي. هجوم المنتخب المغربي بيتلخص في نص ملعبهم واسماعيل الصيباري اللي هو ظاهره منتخب المغرب في خط الهجوم، والباك رايت اشرف حكيمي الباك رايت اللي موجود في كل حته دايما في الملعب. لكن انت ما عندكش وينجات. اول ما غاب اسماعيل الصيباري غاب خط هجوم المغرب. تألق كبير جدا من ياسين بونو نجم المباراه النهارده او نجم منتخب المغرب النهارده. عمل تصديات كتير جدا. المباراه كان ممكن تفتح لهيفي سكور اكتر بكتير قوي من 2-0. تصدي ركله جزاء من كيليان امبابي وتصدي لاكتر من كره ثانيه. نجم المباراه النهارده من وجهه نظر، وانقذ شباك منتخب المغرب من اكتر من جول وحماهم من نتيجه كارثيه. وكده خلاص رسميا خروج